وادي حبايبنا المفاجأة بعد تعبنا وجهدنا طلعنا بنتيجة بسم الله ما شاء الله. نسيتني التعب كله. ماشي يا حبايبي، انا قلت لكم طبعا الورق ده انا كنت جايباه من رمضان اللي عدى ولزقته. ماشي، بس الورق اللي انا لزقته على الرخامة ده يا حبايبي جايباه السنة دي الصراحة جديد. 3 متر ب35 جنيه. ماشي، اسمه ستيكر رسومات رمضان، او اللي هي الرسومات الخيامية بتاعت رمضان دي. فانا اخترت الصراحة الرسمة دي حلوة وجميلة. وصلوا على النبي يا حبايبنا، وما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد يا متابعينا الحلوين. بصوا ما شاء الله جميلة، وحاجة يعني ايه اقتصادية وعلى قد ايدينا، وغيرت في مطبخنا. بصوا نقلته في حتة تانية. وحبيت انا الصراحة احط حتة على الحيطة فوق الرخامة كأنها بصوا مش باينة. وكملت اللي هو ايه، كأن الظهر البوتاجاز اللي هو الازاز، بس انا عندي الازاز الله اكبر الله اكبر اتكسر. ماشي يا حبايبي، فبصوا الجمال. رسومات جميلة، وفي رسومات كتيرة نازلة السنة دي الصراحة جديدة، وتشكيلات حلوة والوان ما شاء الله عليها روعة. كده يعني تجديد في مطبخي. ادخل كده مطبخي بنفس حاجة جديدة قدامي. ويا حبايبي جددت الحاجات دي على قد ايديا. انا عملت الصراحة اللي هي العلبة دي بتاعت المعالق، القماشة اللي كنت عاملة معاكم بيها المدفع يا حبايبي. خدت بصي هي كانت طبعا مرسومة رسومات مربعة، فخدت مربع قدام اللي هو فيها بوجي طمطم، ومربع في الظهر. وبص عملتها ازاي مع الشريط اللي هو الذهبي ده، جميل ما شاء الله ورخيص. ودي والله العظيم علبة سمنة يا حبايبي. ماشي، فمعلش ما صورتهاش الصراحة. فان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه اي حاجه اعملها اصورها لحضراتكم. ولمت حاجه، ودي علبه جبنه. ماشي، دي علبه صاج والله بتاعت جبنه. بص عملتها ازاي، غيرت في مطبخي ولا لا؟ اي حاجه انا بعمل لها الصراحه عمليه تدوير بتديني شكل جميل. هنا مثلا الحاجات الكبيره، المعالق والكبشه والمعالق اللي هي الخشب وكده. لميت كل حاجه على قد ايه مقاسات بعضها في كل حاجة مع بعضها كده يعني. ماشي يا حبايبي، بصوا ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. وليه نشتري ونزنق نفسنا بس يا حبايبي؟ يعني محدش يزعل مني لما انا بقول ليه كل سنة نشتري كوبايات ونجدد في مطبخنا. لا، انا بتكلم والله يا حبايبي، مثلا في ناس نفسها تجدد، لا بس انا بديها فكرة ان هي ما تجدد الحاجات دي على قد ايديها. ودي يا حبايبي انا لما فيها الحاجات اللي تخص الحلويات، فرماسيل سوداني جوز هند زبيب، ورقة خميرة فورية كده يعني. فحبيت احطها في العلبة دي الصراحة واقفلها عشان ايه ما تاخدش تلقط من التوابل. ودي احنا عاملينها مع بعض. عملت بتاعة المناديل، وده ما شاء الله جبنا عقد نور. واللي امكانياته سامحة يا حبايبي يعمل الحاجة اللي هو حبيبها وعايزها. انا بتكلم على الناس عشان محدش يزعل مني يا حبايبي، انا بتكلم عن الناس اللي زي حالاتي كده. وهنا كل المواعين دي يا حبايبي والكوبايات بتاعتنا بعد ما صبنا مطبخنا ونشفناه وفرشنا المشمع بتاعنا ده الجميل المفرش الحلو. طبعا طلعت الكوبايات اللي انا مش بستخدمها كتير والحاجات دي فوق، ونزلت الكوبايات دي. وكل الكوبايات دي والحاجات دي يا حبايبي احنا ايه صبناها، وجبنا صينية كبيرة وفرشت فيها قماشة، وكنت بنصبن ونحط عليها الكوبايات عشان تنشف. ما ينفعش نحط ونشيل كوباياتنا وحاجتنا بالمية عشان بتعمل ريحة الصراحة في المطبخ، وبتقبل الكوبايات بتاعتنا ترجع كأنك ولا غسلتيها ولا تعبتي فيها. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ واللي وصل معايا لهنا بأمانة ربنا ما يتنسوش اللايك يا حبايبنا. الصراحة الواحد بص بعد ما يتعب وكده ويبص في كده، انا نسيت كل التعب في اللحظة دي، نسيت كل التعب اللي انا تعبته. النظافة حلوة، والنظافة بتخلي الواحد نفسيته مرتاحة، وتجيب لنا كده طاقة إيجابية جميلة. وبنكسر الطاقة السلبية بحاجات على قد إيدينا وفي إمكانياتنا، وحاجات سهلة وبسيطة. وبإيدينا يا حبايبنا نغير حياتنا بأقل ما يمكن.
كل واحد يغير حياته على قد امكانيات ايديه، فدي حاجة حلوة مش وحشة. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا حبايب قلبي. بصوا، يدخل عليكم يا رب بالنور والسعادة والبهجة والفرحة والسرور على أمة محمد يا رب. بصوا الجمال، والنظام أحلى والنظافة أحلى بكتير. ونحاول نخلي مطبخنا كده يعني رايق ومش مزنوق ولا حاجة. بصوا أنا هنا كان معانا الكشاف ده وفيه اللمضة اللي اسمها ديسكو يا حبايبي، فأنا حبيت أعمل لها كده منظر عشان تدي منظر وشكل حلو. بصوا يا حبايبي، ما شاء الله ما شاء الله، يا رب يجعل أيامكم كلها نور وفرح. ايه رأيكم؟ غيرنا ولا ما غيرناش؟ والمفرش ده يا حبايبي انا ما اشتريتوش، ده كان عندي، كنت غسلاه وشايلاه، فقلت مثلا افرشه، وهو غير المفرش القديم اللي كنت فرشاه وشلته وحطيت ده. بس لازم نشيل ونحط يا حبايبي على نظافة، ماشي؟ فالواحد لما يصبن اسهل واخف واريح ليك انك انت تمسحي. المسح الصراحة اصعب من الغسيل بكتير. ريتال هنا بتقول لكم ما تنسوش اللايك، حطوا اللايك يا حبايبنا. معلش يا حبايبي، جبنا فيديو يعني جبنا لقطة قبل لقطة، فمعلش يعني. وندعم بعضنا ونقف جنب بعضنا، واللي يعمل حاجة يا حبايبي ما يستناش المقابل بتاعها، عشان ما سواء الثواب اللي عمله او الحسنة اللي عملها ما تضيعش على الفاضي. يعني انا مثلا عملت اشتراك لحد وما عمليش، لا ما ازعلش، ليه؟ ربنا هيبعت لي اللي هيعمل لي اشتراك واللي يقف معايا. صاحبتي ما شاهدتيش الفيديو ليا، لا ما ازعلش والله العظيم. ممكن تكون عندها ظروف، مش فاضية برا البيت، النت عندها فاصل، فلازم يا حبايبي نعذر بعضنا ونقدم اعذار ومواقف لبعضنا. ما ينفعش نزعل من غير ما نعرف ايه السبب اللي اخرك عليا، او ايه السبب اللي انا اتأخرت بسببه عليكي. فربنا يعيننا ان شاء الله ويقوينا ويقويكم ويديكم الصحة يا رب. وادي يا حبايبي، انا الصراحة مبسوطة جدا وفرحانة بالمطبخ بتاعي. يعني المطبخ بتاعي يا حبايبي متهيألي ما يجيش متر في مترين. بصوا خليته جنة، وتبصي فيه تلاقيه ما شاء الله كبير. ده من من الترتيب والنظام والنظافة. أهم حاجة يا حبايبي النظافة، النظافة ثم النظافة، من هنا لغاية 100 سنة في كل حاجة، في أكلنا، في لبسنا، في شربنا، في أولادنا. ولازم نعود أولادنا إن هم يساعدونا، وربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب، ويفرحنا جميعا بولادنا ونشوفهم بشهادهم العالية، اللهم أمين. عجبني جدا 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 يا حبايبي، والله انا ما كنت عايزه افصل الفيديو، كنت عايزه اصوره 3 4 ساعات، بس عشان ما تزهقوش مننا فالحمد لله لحد هنا. وما تنسوش الاشتراك واللايك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.